الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونستعينك ونستغنيك عمن سواك يا أرحم الراحمين الطف بنا في صاحب قضاء الفضل واللسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في نال قضاء كل المظالم كلها في رضا يا أرحم الراحمين الطف بنا في إياك قضاء نعبد ونشهد ما شهدنا نرى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وشواهد مشاهد من يوالي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في ومن قضاء على سنة الهدي يراعي رعاه يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن للقرآن بحق نبا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حكا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء سرق قلبه قلمهم دلا من صفا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والعلم والتعظيم يا الحسنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في هذا قضاء لمن كان حظ من قوافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في سابق قضاء العلم جاء الله قام قدا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وأدركته العناية حيث جئت وجاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في يسعى قضاء لا بمجيبا صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في منك قضاء إليك وحيا حتى ساح يا فينا أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء الهنا والمنى والباس شئت يا وشاء أرحم الراحمين الطف بنا في يا ربي قضاء يا ربي هب لي في رجاء من يا رجاء أرحم الراحمين الطف بنا في اقبل قضاء دعائي وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وقلمي والمسن لباسا قيا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وقد قضاء روحي بذكري واحمني بحما يا أرحم الراحمين الطف بنا في وحمل قضاء بغلي وحمل لمحبة لقاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في أستغفر قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في واصدق قضاء يقيني وثمني ثبا أولياء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء الحمد لله واختمها بطابع هدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة قضاء ربي وسلم نزل مزنما يا أرحم الراحمين الطف بنا في على
النبي المصطفى المحمود ختم يا أرحم انبياء الراحمين الطبنا في عدد قضاء حياة الذي يحيا به من يا أرحم حياة الراحمين الطبنا في والآل قضاء والصحب والحقن به اسم يا أرحم اسفياء الراحمين الطبنا في يا قضاء من الخائفين نجنا مما يا من نخاف الخائفين نجنا مما يا نخاف ولي الصالحين كن موالينا يا من وكاف الخائفين نجنا مما يا نخاف جالس الذاكرين اهدنا سبل يا من العفاف الخائفين نجنا مما يا نخاف مجيب السائلين ربنا واغفر يا من وعاف الخائفين نجنا مما نستعين نخاف يا معين شفها عن يا من شفاف الخائفين نجنا مما هب لنا نخاف فتحا مبين جاء بالنصر يا من مواف الخائفين نجنا مما واغفر شر نخاف المؤذين كفهم عنا يا من كفاف الخائفين نجنا مما والعتاد نخاف الظالمين حدهم حتى يا من التلاف الخائفين نجنا مما شرهم فيهم نخاف مبين منهم فيهم يا من مضاف الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا يا من بالانصراف الخائفين نجنا مما مرتدين نخاف هانق في شفاجر في يا من الهيام الخائفين نجنا مما والقبض نخاف الباقي نكفهم يا خير يا من كاف الخائفين نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين هو لا يا خلاف من الخائفين نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من يا من مخاف الخائفين نجنا مما يا رب نخاف العالمين وإليه يا من الانعطاف الخائفين نجنا مما كافنا الحسن نخاف حسن من سواه ما يا من نخاف الخائفين نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من واف الخائفين نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائفين نجنا مما قلبها نخاف للمسلمين المساكين يا من الضعاف الخائفين نجنا مما ورد الله نخاف المدين بهم ارحم يا من وراف الخائفين نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا تواب تب إلينا علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان بتوبة وقبول إحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا يا الله الأكفان رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله مضى رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر الله وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا ويرحم فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبه وحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران للنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي نلجأ من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو وبجاه الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا با سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو يا الغفران إله العالم يا إله العالم باب الشام يا إله العالم والفقيه المشهد يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم من حالي يا إله العالم اليوم يا إله العالم في يا القول إله العالم مني لو يا إله العالم للغفران يا إله العالم حسن بن صالح يا إله العالم يا إله لا العالم تكن لي يا فاضل إله يا العالم صمد يا يا من إله لا العالم مثل شيخ يا المشهد إله العالم يا ناصر يا أحمد إله العالم وعليه ثم يا الجد إله العالم بالمعالي له يا إله شان العالم إذ لنا يا بالمظلم إله العالم والفرج مثل يا إله أيام العالم وبفرح يا إله يعقوب العالم حين زالت يا إله الأحزان العالم ربنا اغفر يا وارحم إله العالم واعف عما يا تعلم إله العالم فإن جودك يا إله جعل العالم أنس خلقك إله والإكرام العالم ودروس يا إله القرآن العالم واجتماع يا إله الإخوان العالم لدعاء يا إله الرحمن العالم سرهم يا الإعلان إله العالم والحبيب المحضار يا إله العالم قائلا بالأسحار يا إله العالم قائلا يا يا غفار إله جد العالم لنا يا بالغفران إله العالم استجب لي واسمع إله العالم ولنا الكل يا إله اجمع العالم ولمن لك يا إله يضع العالم طالبا يا إله بالإحسان العالم وصلاة يا إله تترى العالم لمن خص يا إله بالإسراء العالم وذويه يا إله ضرا العالم في جميع يا إله الأزمان العالم يا عالم السر منا لا تهتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا رب كنا يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا رب كنا يا رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما ما يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أرجو جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. خلق ترى ومسع الكل برا أسألك كسب الستر على القبائح والأخطاء. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب إني أسألك العفو عني ولم يكفك ظني يا ملك الملك يا يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وهسوها آفات واشغال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. سرغوية عن سبيل سوية أدحط روج علي وقصدها الجاه والمال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبار. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. سألتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله مع ذبك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا وقص الله رحمتك الطال. لا إله إلا الله وقد أتاك بعذري لا إله إلا الله بانكسار وفكري لا إله إلا الله بيسرك عسري لا إله إلا بمحض الله جودك والإفضال. لا إله إلا ومن الله عليه بتوبة لا إله إلا ويسيل الله من كل حوبة لا إله إلا وأصله الله من شر أوبة لا إله إلا كل الله ما عنه قد حال. لا إله إلا الله أنت مولى الموالي لا إله إلا الله منفرد بالكمال لا إله إلا الله بالعلا والتعالي لا إله إلا الله عن ضرب الأمثال. لا إله إلا جودك الله وفضلك وبرك لا إله إلا الله وبشرك وقهرك لا إله إلا الله ذكرك وشكرك لا إله إلا الله حمدك والإجلال. لا إله يا إلا ربي الله أنت ناصري لا إله إلا الله فلقني كل خيري لا إله إلا واجعل الله جنانك مصيري لا إله إلا واختم الله بالإيمان الأجال. لا إله إلا وصل الله في كل حلال لا إله إلا على الله منزل الضلال لا إله إلا الله كلامه الغزل لا إله إلا الله محمد الهدي الدال. لا إله إلا
الله. الحمد لله شكرا لا إله إلا على الله. نعم منه تترى لا إله إلا الله. نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله. وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا يا المسلمين. كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين. سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين على المسلمين. كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين. مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. عنا وتذني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الهرم المسلمين. يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على غيث المسلمين. عنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الشاكرين المسلمين. وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين. بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على جزيل المسلمين. وكل فكرك جميل وفك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على لكل المسلمين. الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
اجعل الختام المسلمين إذا ذل الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على والسلام المسلمين على اللهم شفيع صل وسلم الأنام عليه. والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب بحمد الله الله ونستمد بالله بجاهل الله نفوز بحول الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله وأعتجى النظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب الله بالطالب المحضر المخبذ الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب قادة الله القدوة سادة الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب مثل الإمام الله الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يا ضيل خلق الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب أبو بكر الله بن سالم وحتفا للظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب ويحيي الله الغارق إن كان به واثق يلحق بالسابق هذا بفضل الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب وما قرأه الله العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب والعبد ذا الله الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو عسى ذنوب بحق القوم الله نلحق بهم في اليوم ما جرى من لهم يغفر بجاه الشيخ الحضر عسى الله لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو يا ذنوب سادتي الله غارح في الحال بداره ما في الكبد ماره الله 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 الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو قوموا معي ذنوب قوم الله الذي رمى كله مدى نومه يجي بعون الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب كفى الله ما بدو لأصوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب كونوا لنا نصر الله بسيف القدرة وكل ما نكره شوه شيء لله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو هيا ذنوب بكم هيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب يقدمه الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب حسبيني الله وحسبهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله يمهو ذنوب وصلي الله وسلم دوب على النبي المحبوب به يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الشيخ الحضر عسى لنا نظرة بجاهل الله لله يمهو يمهو ذنوب ذنوب الله الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة مع عازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن إليها الخاتمة المنتهى كالقاتمة
قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها دوا حجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة بخير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من الخاتمة كان دان أو نسي فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم إذا الخاتمة مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وألحدوك وصرت جيفا خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربي كن لي يا معين إذا رشح أدم الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم لا يا إيمان الله بها يا الله بها يا الله بحسن دنياك الخاتمة ماهي للمقر إنما هي للممار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فاذكر وأمن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربي ما معنى أمل وكسبنا كل يا الزلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن قد الخاتمة حان حين الانتقال والعمر ولا في يا ضلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالق وسام وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخواني وسيدنا علوي أم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن الفقيه وعلي وعبد الله بن علوي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده شيخ أبو بكر السكران وشيخ عمر المهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله الإدرس وأولاد أبي بكر الأدني الإدرس وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بلسان الشاذلي الإمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميله وسيدنا محمد بن عبد الله وشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب راتب والحبيب أحمد بن سن الحبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر بن حسين بن طاهر إمام وحد الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف الحبيب عمر بن سقاف السقاف وسيدنا أحمد بن محمد المهضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب على الطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدرس والحبيب أحمد بن عيدروس الإدرس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الأدني المشهور والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ
والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري الحبيب مهدي الشاتري الحبيب أبو بكر الشاتري الحبيب حسن الشاتري الحبيب سالم الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف الحبيب علوي بن سقاف السقاف الحبيب صالح بن محسن الحامي تانقل الحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين الحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي قويتان الحبيب علي بن حسين العطاس بونغور الحبيب سالم بن أحمد بن جندان الحبيب محمد بن إدرس الحبشي الحبيب محمد بن حسين الإدرس الحبيب علوي بن وحسين بن محمد بن طاهر الحداد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جدة الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفكي الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفكي الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف الحبيب حسين بن هادي الحامد براني ثم خصوص إلى روح سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحبيب شيخ بن إدرس الحسني الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف الحبيب هود بن إدرس الحسني ثم خصوصا يروي كيai الحاج عبد الحميد بن عبد الله بن عمر كيai نواوي بن حسن السدوغري كي حسن السدوغري كي خالد السدوغري كي عبد الجليل بن فاضل كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميع المشايخ السدوغري ثم خصوصا إلى روحي كي نور سالم بروغاتون كي هاشم رافعي كي جاسم بن نور سالم بروغاتون وجميع المشايخ بروغاتون ثم خصوصا إلى روحي كي محمد سبادر كي أحمد جفري كي محمد علي مرتضى وجميع المشايخ بسوء ثم خصوصا إلى روحي الجد باه مهاجر باه علي رستم باه عبد الله باه مزينة باه حمد المنان باه توفى ووصولهم وافرهم ثم وسوس لاروه كي أحمد وشيري عبد الله كي خالد عبد الله كي مشهود عبد الله مأسوب علي عبد الله ابن مسكوف عبد الله ووصولهم وفروهم ثم وسوس لاروه كي أنس كي زين العابدين كي برهان كي منير علي كي بدر القمر كي عبد الجليل ووصولهم وفروهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وشيخ سعد المودي وشيخ سالم بن فاضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالديه وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويطرح فيها الخير والبركة ويجل بها ويصل السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويواسي من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلافنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد
ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. إلى أن قال وعن سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين: أجهل الناس من ترك العمل بما يعلم، وأعلم الناس من عامل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تبارك وتعالى. قال الإمام شهاب الدين السهروردي بعد أن قال ذلك: وهذا قول صحيح يحكم بأن العالم إن لم يعمل بعلمه فليس بعالم. لا يغرنك تشدقه واستطالته وحذاقته وقوته في المناظرة والمجادلة، فإنه جاهل وليس بعالم إلا أن يتوب الله عليه. انتهى. نقل الإمام اليافعي في نشر المحاسن. تنبيه: قال سيدنا الإمام أحمد بن زين الهبشي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين: لا يعرف كون العالم لم يعمل بعلمه إلا عالم آخر، لأن القاصر لا يعلم حقيقة العلم حتى يحكم بوجوده وعدمه، فلا يصح ولا يقبل منه الإنكار بحال. وأيضا فلا يصدق عالم في عالم آخر إلا إن كان ورعا تقيا، ولم يكن قصده إلا النصح لله وللمسلمين، فحينئذ يصدق في عالم آخر إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Saben nerangake perkataan daripada Al-Imam Sufyan bin Uyainah, paling bodohnya manusia adalah orang yang meninggalkan amal bima ya'lam, dengan apa yang ia ketahui. Andi ilmu tapi ilmu na tak yamal lagi, ni ke paling bodoh orang. Andi ilmu tapi ilmu na tak yamal lagi, ni ke koja ajhalun nas. Wa alamun nas, adapun orang sepaling alim-alim manusia yang paling berilmu, manusia yang paling alim, man amila bima ya'lam, adalah orang yang beramal dengan apa yang ia ketahui. Di ilmu sekone ilmuna elakonen, di ilmu sekone ilmuna tak buang-buang. Sesekone neka berusaha untuk yang malaki, neka a'lamun nas, orang sepaling alim. Wa afdalun nas akhsya'uhum lillah, adapun orang sepaling mulia, orang yang paling mulia adalah akhsya'uhum lillahi ta'ala, adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Shihabuddin Asy-Syahrawardi ba'da naqala dzalik: hadza qaulun sahih, ini adalah perkataan yang benar, ini adalah perkataan yang sangat tepat, kata beliau. Berkomentar tentang perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah, benar ya, ada Imam Sufyan bin Uyainah dia benar. Bi annal alima illam ya'mal bi ilmihi falaysa bi alim, setiap orang sandi ilmu tetapi tak ngelakonan ilmu na falaysa bi alim, benar yang alim berarti sekala neka tidak bodoh. Tetapi orang sandi ilmu tapi berusaha untuk ngamalaki ilmu, sekala neka orang kelek kocak, orang sepaling alim, a'lamun nas, benar kata beliau. Kalau kita Imam Shihabuddin Asy-Syahrawardi, la yaghurrannaka, jangan kamu tertipu, tasyadduquhu, perkataannya yang sangat enak untuk didengar, nyaman penyampaiannya, bahasana teratur, penyampaiannya lugas luas, ya. Mun soro ngucap pinter, wastitolatuhu, panjang lebar, mun soro ajelasaki pinter, satu hadis bisa pandeman, satu ayat bisa mandeman, keterangna luar biasa. Mun ngucap tasyadduquhu, mun ngucap pinter leko, oning leko ya, bahasanya JTV leko, pinter sarah, nyaman sarah mun soro ngucap, ya, penyampaiannya panjang lebar luas penyampaiannya. Wahadaqatuhu, kecerdasna tak tertandingi, kecerdasna sangat cerdas sarah. Saya belajar tak paham, hari karo ngiding akhilalon lah langsung ngerti. Wa quwwatuhu fil munadharah wal mujadalah, setiap debat pasti menang, setiap debat berdalil berhujjah
pasti menang hujjah, mesti kuat dalillah. La yaghurrannaka, tapi jangan tertipu kata beliau. Jangan tertipu. Fa innahu jahilun wa laysa bi'alim. Sekalipun ngak ni ke penyampainya cerdas akal pikirna, menang dalam perdebatan dalam segala pertemuan, bahthul masail masalan, atau napa membahas satu pembahasan, tetapi lam ya'mal bi ilmihi, jangan tertipu. Tapi tak bisa tak ngamal lagi ilmuna, cek sampai tertipu kata beliau. Nah, kangkui kaula panjenengan sebagai orang biasa, orang bodoh, tak kening ngaranin orang dia tak ngelakuin ilmu tak kening. Karena orang sebisa ngocain atau ngaranin orang dia tak ngamal lagi ilmu, hanya orang berilmu kia. Aku udah sampean orang bodoh, al-ghasir, orang pepeko, orang napa ceroboh dalam alim ya tak alim, amal ya tak amal, kulit sampean terus ngokora orang sandi ilmu benar kelas. Nah saya rasa tahu bahwa orang ini kan di ilmu tapi ilmu nanti lakonin, ya orang sandi ilmu kia, benar yang bodoh. Nanti mun kulaban panjenengan neka ngaonengin orang kiai ulama masalan, ustad masalan, mak tak cocok di ilmu na. Engki benar urus nugulu sampean bukan untuk mengukur atau menfonis ngaranin orang ini tak bisa, kecuali orang sepadaan di ilmu. Ini kata beliau, Imam Ahmad bin Al-Habashi mengatakan, la ya'rifu kaunal alimi lam ya'mal bi ilmihi illa alimun akhar. Tidak akan pernah mengetahui keadaan seorang yang berilmu, dikatakan orang yang tidak beramal, tak ngamal lagi ilmuna, illa alimun akhar, kecuali orang alim selain pada ilmu, pada alimah. Ibarat dokter malpraktek, dokter malpraktek, keleroh abri obat, keleroh abri resep. Saya tahu saya, ya pada dokter Nah kulit sampean pasien tak tahu apa, ya neng dari mana baca lebih tato ilmu nah. Beri obat kayak tabu keleroh cetak, congok bi dokter loh, hari din sakit cetak ria. Benih sakit tabuk ria. Siapa dokter ria? Wah tak gena tak beres ria, bisa malpraktek ria. Ria bahaya ria. Lah saya bisa ngucap bahaya ini pada dokter ria. Muncul kerucung aku lihat sampean ini kan apa? Udah saya keneng torok kiai. Iya. Norok setan kayak gitu. Tak keneng kata Al-Habib Ahmad bin Al-Habashi Adabu. La ya'rifu kaunal alimi lam ya'mal bi ilmihi illa alimun akhar. Seseorang akan mengetahui bahwa orang alim tadi itu tidak mengamalkan ilmunya kecuali orang alim kia. Alimun akhar, orang alim selain. Dibaca orang tukang komentar nih saya, nih jong orang pemain sepak bola nih. Soalnya komentar ya pada pelatin, tahu cara na taktik ke. Masang berempah strategi na 11 12 apaan mon penonton deh wajah geng sekil itu aja masuk wis tak kening ke kira karo nyongoto karena dia tak iso tak lepuh goblok mar aja gendeng ebri ongku kake ndak bala tak ngetela. Nah si oneng nih kan pakar-pakar gibol gila sepak bola ya. Sebagaimana obat ada saya tahu dia malpraktek kelero obat kecuali pada dokter. Nah orang alim di sini kering bodoh. Al-qasir kulit sama ini orang ring bodoh. Tandi ilmu tak bisa. Tugas hormatin ulama. Ya, muljaki ulama. Perkara tak bener kelakuan lurus sendiri sebi pangeran ponan. Nah, maka fala yasihhu wa la yuqbalu minhu al-inkaru bihal. Maka tak bisa kula panjenengan membenci seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya karena kita orang bodoh. Yang kena kulit sampean mun pacet la beri ilmu tining Gusti Allah cak dadi ngaring kadaria. Ya, cak sampai kula panjenengan dadi orang sing nikah wa aidon sama halnya dengan la ya'rifu kaunal alim lam ya'mal bi ilmihi illa alimun akhar.
fala yasduku alimun fi alimin akhar illa in kana wari'an taqiyah. Maka orang yang berilmu tadi itu tidak dibenarkan di dalam keilmuannya menurut orang alim selain kecuali wari'an taqiyan, orang sewarok, orang setakok dekat Gusti Allah neka baru bisa menfonis neka ya selebih atasan neka sebisa bisa ngukur orang alim selain neka wari'an taqiyan. Nah untuk napanya mana untuk sopaja orang gelak jadi orang saya betul-betul mengamalaki ilmu neka. Al-Imam Abu Darda mengatakan la yakunu taqiyan hatta yakunu alima. Al-Imam Abu Darda mengatakan tidaklah seseorang akan menjadi orang yang bertakwa hatta yakunu alima, sehingga orang tadi itu menjadi orang yang alim. Orang sandi ilmu tak bekal orang ria takok ke Gusti Allah kecuali harus andi ilmu ngaji. Masih budu daya ria takok ke pangeran. Di mana yang budu takok ke pangeran? Sobung tak ketemu. Orang budu mesti bengal, cereng budu. Tak kenal dah ke Allah. Tak oneng dah ke Gusti Allah. Dari kamu bisa takok, cereng sebisa kenal re ilmu. Maka Imam Abu Darda mengatakan la yakunu taqiyan hatta yakunu alima. Tidak akan ada orang yang bertakwa sehingga orang tadi itu menjadi orang yang alim. Wala yakunu bil ilmi jamila hatta yakunu bihi amila. Dan tidak akan terwujud ilmu yang sempurna, ilmu yang baik sehingga dia tadi itu mengamalkan ilmunya. Ilmu ini bagus pun. Ilmu ini kan pun bagus, tetapi mon ilmu neka te imbangin bentek sertain ia takok ke Gusti Allah ia malaki hingga akhirnya tak teti jamil tak teti tak pantas orang sandi ilmu tak ngelakonin orang yang di ilmu tak takok ke Gusti Allah terus dia mering budu sandi ilmu be tak takok ke Gusti Allah. Nah aku lebih sambian ring latoman ngaji di ilmu takane sekone tikal masih sekone syukur ilmu mereka taqiyan wari'an bisa membuat kita bertakwa dan menjadi orang yang wara. Jadi orang saya takut bentuk orang sewa sewaro wadah waro je bune saya nunduk tok waro je nunduk tok nunduk mana lerek iya senduk rekorek ya masih nunduk lerek ada nondu wah sandal mapan bener kira orang warok nikah aja gede eren cek sampai ada barang si haram kun warian takun abadan nas. Jadi orang sewarok nikah jadi orang se paling beribadah engki aja gede eren nikah menjaga makanan menjaga pandangan menjaga anggota badan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah merupakan orang yang wara. Bener polon munafujung mereng wara. Munafujung model mereng. Bodo orang pujung model mereng. Bener ji saya yokor. Gue kula tak ngaran nang sini tak wara enten. Kayak ngeri cek ke Quran. Masih kaki tahu karo deng medeng dia. Masih ku ya tahu deng medeng dia. Duk menunduk ya tahu bener nikah. Ya. Wari'an taqiyan nikah orang saya takut ke Gusti Allah benar juga lah. Mun sandi ilmu bekapi candeng cebeng geragas. Apa jangan maturun geragasnya? Apa nguangu? Ya nguangu. Dok punya apa-apa. Wah, ngudak ke WC wis. Surban kan telaji ini saya bahaya. Nah, jadi kulit sampean cek tadi rengak nikah, ya. Iben tak bisa ngaranin orang, ngokor orang, menfonis orang kecuali orang sesepadan bi orang gila, orang alim. Ki orang alim ki bener kelas kulit sambian keng kulit sambian nikah ana sehat ka abad tibi orang-orang sandi ilmu kanca santre khusus ya kelakok na jaga adab jaga akhlak jaga bahkan pakai na jaga apapun seberkaitan kelaban ilmu karena ilmu nikah cahaya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nikah nasihat dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah dan nasihat dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi. Jadi jangan sampai kula panjenengan langka ada ulama ya bengal ke ulama
napa boleh menfonis ulama rereng bejat, ulama benih. Sebisa ngaran orang alim dia. Mun pada alim mah oneng bonan. Ya, cek keliru, cek salah, cek len ni ke oneng. Mantar muka titik ilmu manfaat, ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saya membuat kau menjadikan kau dengan teti orang sewara, teti orang seagi ajagah dari perkara saya subhat, ajagah dari perkara saya haram, mantar muka pan rezeki saya halal saya barakah, sihah wal afiyah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Ya Allah, يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول.